بيبدأ الفيلم بيقوم في الطفل اسمه سونيك بيجي في المدينة اللي عايش فيها. بيروح بيته يتكلم مع لونج كلو دي اللي ربته. يقفوا مجموعة من الطيور على الشجر يضربوهم بالقوس، يقفلوا الباب وتهرب بيه، تصاب بسهم منهم، تقع هي وسونيك. تقوم تقول له انك متنفعش تعيش هنا عشان هما هيخلصوا عليك، وتطلع الحلقة تقول روح الأرض وتديله كيس مليان حلقات. والأشرار بيجروا وراه تدخله جوه، يشوفها سونيك يحاول يدخل تقفل الحلقة ويزعل لأنه هيسيبها. يظهر المأمور اسمه توم بيتكلم مع صاحبه ويد، يسمع صوت حاجة يطلع السلاح، يطلع سلحفاة بتعدي الطريق. وسونيك بيجري يرن الجهاز إن في حاجة، يشوف توم ملاقيش حاجة ويروح ويجي يطلع يشوف في ايه، يلاقي في الأرض ريشة بتاعت سونيك، يشوفها ياخدها معاه. تعدي السلحفاة الطريق، تيجي العربية ينقذها سونيك، يروح سونيك للكهف بتاعه يرقص ويلعب ويرمي كيس الحلقات، يلم ويفتكر انه يروح كوكب الفطر ويطلع الورقة ويرمي الحلقة ما يروحش عشان هو مش بيحب المشروم. وبيحب هو يراقب توم وبيسميه صاحب الكحك المحلي، ومراته مسميها صاحبة الكحك المملح، ودرب معاها يوجا. وفي شخص مجنون على طول بيقول عليه الشيطان الأزرق، بيحب يعلم عليه كل يوم. يتفرج ماما على التلفزيون من ورا الشباك، يتكلم مع نفسه إن هو وحيد ومش مصاحب حد. فيمشي سونيك ويفتكر كلامه ويزعل. فيروح توم بيته ويطرد الراكون من الزبالة. يدخل تقول له مراته إن معاها جواب تقول له يقراه توم، يعرف إنه اتقبل في اسم سان فرانسيسكو ويفرح، ويطلع له تورته بمناسبة الخبر. ويتابع سونيك ماتشات البيسبول اللي في الملعب. يجي الليل يدخل سونيك الملعب يلعب مع نفسه، يظهر شخصيات كأنه بيلعب مع الناس، ويكسب ويفرح. يشوف المقاعد يلاقيها فاضية، يفتكر إن هو وحيد. بيجري حوالين الملعب وهو متعصب لحد ما يعمل طاقة يقطع الكهرباء عن المدينة كلها. يكلم ويد مع توم، يقول له ايه اللي حصل، يقول له توم انه قطع عادي. يقول له ويد انه قطع على المدينة كلها والناس اتخضت. يقول له توم اتصل بتوع الكهرباء شوفوا ايه اللي حصل، ويقفل الخط. يشوف الريشة بتاع سونيك اللي بتنور بنور أزرق شديد. تتجمع الحكومة يعرفوا سبب النور اللي قاطع فجأة في المدينة. بيتكلم واحد في القعدة يقول إن ممكن أثر طاقة كهرومغناطيسية شديدة أثرت على الطاقة. يرد عليه إن وزارة الطاقة قالوا مفيش عواطف في الكهرباء. فيرد عليهم رئيس الجلسة إنهم عايزين حد متخصص أو خبير في التكنولوجيا عشان يعرفوا السبب. تروح الشرطة والحكومة الملعب يعرفوا السبب. تيجي عربية كبيرة ينزل منها إجمان متنكر، يقول للظابط انت مين، يرد عليه ان هو مسؤول ويضحك عليه. فيطلع اجهزته الصغيره يقول للشرطه انهم هيبحثوا في المكان، وتدور الاجهزه على سونيك يلاقوا اثر رجله. يشوفها اجمان، يجي المساعد بتاعه يقول له انها عاديه، يرد عليه اجمان دي مش حاجه عاديه، دي اثر حد مش عادي عنده قدره خارقه. ويدوروا الشرطه مع الاجهزه. يشوفهم سونيك يروح عند الكهف بتاعه يلم حاجاته وشنطه ويمشي. يكلم توم مراته يقول لها ان النور قطع وانه هيمشي. فيشوف الراكون يطلع السلاح اللي فيه مخدر، تقول لمراته انها بتتجوز للدبابة بس. فيدخل سونيك بيت توم فكر يروح فين، يهجم عليه توم فاكره الراكون، فيتخضوا من الاتنين ويضربوا بالمهدي برجليه. يدوخ سونيك يشوف التيشيرت بتاع توم مكتوب عليه سان فرانسيسكو، ويقول الكلمة يرمي الحلقة في الأرض، تفتح البوابة يقع منها كيس الحلقان من أعلى برج في سان فرانسيسكو، ويغمى عليه سونيك. ويحبسه توم في القفص، يشوف الريشة بتاعته يعرف ان هو ده الشيطان الازرق. فيفكر وفجأة يطلع سونيك من القفص يتكلم معاه، يتخض توم ان هو بيتكلم. تيجي العربية بتاعت اجمل، يشوف توم من الشباك يقول لي ايه العربية دي. يشوف سونيك اتخض يقول له انهم جايين ياخدوه ويموتوه. يقول توم انت حكايتك ايه، يقول له سونيك خبيني والنبي واحكي لك كل حاجة بعدين. يجي اجمال يشوف اثر رجله ويخبيه في البدروم. يشوفه توم يقول له انت مين، يقول له اجمالي اللي هو محصل الكهرباء وهو جاي يشوف العداد. فيقول له توم بتوع الكهرباء بيشوف العداد من بره. فيحور عليه اجمال. تدخل الاجهزه بتاعته تدور في المكان عن سونيك، فيتوتر ويجري ويتخبط في المطبخ. يعمل سونيك صوت يشك اجمال ويدخل ويجري، يشوف يلاقي الراكون، ويمشي يلاقي ريشه بتاعت سونيك، يشك ان هو هنا. فيندى على الجهاز يحضر السلاح ويهدده اجمال، يقول له هو فين، ويظهر سونيك يقول له متأذوش. فيضربه توم وياخد سونيك ويستخبى تحت الترابيزه، والجهاز بيضرب نار يمسكه سونيك ويبوظه. يجري هو وسونيك على العربيه ويجروا، يحكي له سونيك عن الحلقات بتاعته وانه عايز يروح كوكب الفطر بس وديني سان فرانسيسكو عشان اخد كيس الحلقات. فيقف يفتح له الباب يقول له امشي هناك هتوصل سان فرانسيسكو. ويجري سونيك يروح ويجي بسرعه مبلول ميه وفوق سمكه، يقول له راح المحيط الهادي ملهاش حاجه هناك. يقول له توم تعال اركب وهوصلك هناك، ويفرح سونيك. فيقف بالعربية توم ويقول لسونيك اوعى تروح هناك، هعمل مكالمة واجي. يروح يتكلم في التليفون، يلعب سونيك يشوف ناس بتحتفل يبقى نفسه يحتفل معاهم. يتكلم توم ويد يحكي له عن اللي حصل له. يكلمه ايجمان يقفل الخط في وشه. يروح عند العربية ما يلاقيش سونيك. يروح عند الناس اللي بتحتفل، يدخل الجازينو يشوفه قاعد متنكر، يقول له ايه اللي جابك هنا.
تيجي بنت اللي شغاله في المكان تقول له ممنوع دخول اطفال، يرد عليه ان ده صاحبه بس مريض. فيفكروا بقائمة الامنيات، يرد عليه سونيك يعني ايه قائمة الامنيات دي؟ فيروح يجيب ورقة ويكتب فيها كل امنياته، يزعل ويقول ازاي احققها. يقول له توم انه في المكان ده تحقق كل حاجة في ثانية، ويرقصوا ويلعبوا في الكازينو. تيجي عليهم ناس عايزين يضربوهم، فيضربوا سونيك بالإزازة متتكسرش، فتحصل خناقة في المكان. يوقف سونيك الوقت ويحضر كل حاجة عشان يخلص الخناقة في مينت، ويرجع بالزمن والكل يقع ويهربوا هو وتوم. فيقعدوا في فندق يباتوا فيه. يقول لسونيك انت انهي كوكب، يحكي له عن كل حاجة. ينام سونيك يشوف توم قائمة الأمنيات بتاعته، يلاقي ناقصة أمنية هي صاحب جديد. يشوف التلفزيون يلاقي نفسه بقى إرهابي ومطلوب. يروح إجمال عند الكازينو يقول للراجل هو فين يا توم وسونيك، يرميه من الشباك. يروح عند العربية بتاعته يقول له مساعده إنه هيدمره، فيمشي وراهم يضربهم ويتخضوا يعرفوا إن حد بيضربهم. فيطلع سونيك يقول له إنه هيخلص عليه. فيقرب العربية وتقف ويفرح سونيك، ويخرج إجمال مدرعة صغيرة يقول له توم يهرب. يركب معاه العربية، تمشي المدرعة تضربهم، بتطلع قنابل اسطوانات تفجر عربية تانية غيرها. يمسك سونيك بالاسطوانة يرميها على المدرعة ويكهربها، وتنزل منها مدرعة بعجلة يدمرها توم، وتتبقى حاجة صغيرة تلزق في ايد سونيك. ويروحوا الغابة عشان يطلعوها، فيطلعها سونيك ما يعرفش يساعده توم. تطلع على ايد توم بردك يساعده سونيك، يحكها على الحجر يفرقع. يشوف توم سونيك يلاقيه مغمى عليه، ويفرح إجمال إن هو شاكك إن هو مات. فياخده في العربية يروح عند مادي مراته، تفتح أختها الباب، حاول تقفل الباب في وشه عشان هو مطلوب وإرهابي. فيدخل يقول لهم إن هو مظلوم. يدخل إجمال المختبر بتاعه، بيعمل حاجة يدمر بيها سونيك. يعطله المساعد بتاعه يشوف الجهاز يلاقيه اتعمل. فيحط سونيك على رف في المطبخ، تديله مادة حقنة يقوم زي الحصان. ويعرفوا توم على مادي، فتاخده مادي توم تكلمه على جنب، تقول له مين اللي جابه ده. يرد عليها توم ان ده الشيطان الازرق ومحتاج نساعده. تدي جوجل لسونيك جسمة جديدة بدل اللي باظت، ويفرح سونيك. يروحوا هما التلاتة يوصلوا البرج بتاع سان فرانسيسكو. يدخل عند الست اللي قاعدة يقول لها ان هو ظابط وفي مهمة طارئة لازم يعملها في البرج. يقفوا يستنوا الاسانسير عشان يطلعوا، يقفوا ناس وراهم. الست تقول له انت شايل طفل؟ يتردد يقول لها اه. يركبوا الاسانسير ويطلعوا، ويفتحوا الشنطة يطلعوا سونيك يشوف الكيس بتاعه، ياخده ويشكر توم ويقول له شكرا انك ساعدتني. يمسك الحلقة يرميها، يلاقي الأجهزة بتاعت إيجمان محوطاهم في كل مكان. يظهر إيجمان يقول أخيرا لقيتك خلاص يا قاتل يا مقتول. فيرموه سونيك ويرمي عليه صواريخ. يدوس إيجمان على الزرار يوقف سونيك الوقت، ينزل يساعد توم وميدي. يكون إيجمان داس على الزرار وتطير الطيارة تيجي عليه تضربه، ويرجع الوقت زي ما هو. يحاول سونيك يساعده مع عمال يمسك بالحلقة، يطلع الريشة بتاعته يمسكها يرميها تحتيهم ويقعوا في المزرعة. فيجري سونيك من إيجمان، في وسط الجري يطلع سونيك الحلقة يرميها ويقع في الشارع. يجي توم وميدي بسدة الفلاح، يشوف سونيك مرمي على الأرض، يروح يضرب إيجمان توم على الأرض. يجي ويد يمسك السلاح على إيجمان، يقول له إيجمان متزعلش ده مجرد فضائي. يرد عليه توم إن ده مش فضائي، ده كان بشري وكان صاحبي. يسمع سونيك الجملة دي يقوم بطاقة قوية، يمسكوا سونيك بالكهرباء والصعق ويدمره. يرمي توم حلقة وتفتح عالم جديد، يزقوا سونيك ويدخله جوه. فيوضبوا توم وميدي بيتهم الجديد. يخبط الباب، يفتح توم يلاقي اللواء يشكره ويديله جواب شكر، ويقفل الباب يقول لسونيك انه ماشي راجع قفصه. فيفتح توم باب الصندارة يوريله بيته الجديد ويفرح ويقول لهم شكرا. واجمال في كوكب الفتر معاه ازازة بتنور، وبيقول ان هو هيرجع تاني. وده كان ملخص فيلم سونيك الأنفت الجزء الأول. ويابو كان عجبكم متنساش طبعا اللايك والسبسكرايب للقناة. ولو وصلت لهنا في فيديوهات أنصحك تشوفها في النهاية موجودة قدامكم دي. ومتنساش تتابعني على الانستجرام هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، عشان في هناك استطلاع رأي وأخبار هناك. متنساش طبعا لو عايز فيلم ألخصهولكوا قولوا تحت في الكومنتات أو عندكم المنتدى. شكرا، استنونا في فيديو ملخص جديد. أخرى.